السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما إن فاضل تقريبا 3 أسابيع على السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، يعني بالظبط 22 يوم مش 21. كل تفكيري في السوبر الأفريقي. إذا كنت بفكر في صفقات من دلوقتي ونفسي في صفقات عشان خاطر السوبر الأفريقي، فنصيحة لوجه الله تعالى عشان خاطر جوميز. يعني أنا بعيد عن الصفقات وبعيد عن التدعيمات وبعيد عن موقف الزمالك، وإن شاء الله خير. أنا مش قلقان غير من جوميز، لكن عايز أنصحه نصيحة واحدة. ابدأ بمحمد شحاته جنب نبيل عماد دونجا. القتال كله بيكون في وسط الملعب. اوعى تلعب محمد شحاته باك يمين، اوعى، ولا عمر جابر باك شمال. عندك بن طايج، اتعاقدت مع باك شمال كمان تاني، فتوح لو رجع مثلا الله يفك كربه. لكن اوعى تعمل كده، لازم شحاته يبقى وسط ملعب جنب نبيل عماد دونجا. ايه رايكم في الكلام ده؟ اهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. دوس لايك. انا في كلمتين محشورين، يعني لما يبقى فيه خناقه ومشاجره وخناقه بالايد داخل نادي الزمالك وجوه مكتب كابتن حسين لبيب، يبقى عليه العوض ومنه العوض. هو ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا الكلام ده كله مش مظبوط. الاستاذ هاني عبد الصبور الصحفي داخل جريده القاهره اليوم، لازم اداره الزمالك تقدم فيه شكوى. لازم تقدم فيه شكوى في نقابه الصحفيين. اللي بيحصل ده ما ينفعش. ضرب بالايد ايه وتراشق ايه وبتاع ايه وشتايم ايه وكلام من ده ايه؟ هو ضرب الاستقرار وخلاص. استاذ هاني عبد الصبور اهلاوي متعصب، اللي كاتب بيقول، بعيد عن اللي كتبه ده قبل كده، كان كاتب لك يقول لك ايه؟ يقول لك الاهلي بيجيب 3 صفقات، يروح الزمالك محمل مش عارف ايه وجايب صفقات كتير، وفي الاخر الزمالك الاهلي ياخد الدوري، وفي الاخر وفي الاول بتلاقي ان جمهور الاهلي بيزعل ان الاهلي جايب صفقات قليله، لكن هو بيعمل اللي هو عايزه. عارفين ان انت اهلاوي متعصب، لكن عايز تضرب استقرار الزمالك كالمعتاد. كل سنه نلاقي صحفي طالع. عارفين انتماءاتكم، عارفين توجيهاتكم. من هنا لازم اداره الزمالك ما تسكتش يا جماعه. اللي حصل بالتفصيل، ان اداره الزمالك كانت مجتمعه وبيتكلموا على اعضاء النادي. في ناس اتاخرت في دفع الاشتراكات، ناس اتاخرت، ففي ناس بتقول في مجلس الاداره نوقع عليهم عقوبه تاخير، غرامه تاخير يعني. راح في حد من مجلس الاداره قال لا، بلاش، ما ينفعش، بلاش نزعلهم. المهم من هنا لهنا الصوت عالي، وده وارد بيحصل بين اي حد في الدنيا. ده بين اتنين في البيت، يعني اخ واخوه، مش عارف مين ومين. لكن ده فبرك الموضوع، كبر الموضوع، نيل الموضوع خالص. ما ينفعش، ما يصحش. تتكلم على نادي الزمالك، بتتكلم مع ناس داخل اداره نادي الزمالك، ناس محترمه، اختلفنا معاهم اتفقنا معاهم، بس دول ناس محترمه، ناس برستيج. ما ينفعش. هنخلص امتى من الكلام ده بجد؟ هنخلص من امتى؟ هنخلص امتى من الشائعات دي وضرب الاستقرار ده؟ راموس زملكاوي، سيرجيو راموس، مواليد 86، صاحب ال 38 عام، مواليد شهر 3، زملكاوي، جاي الزمالك خلاص. بالذمه ده يعقل؟ انا ما اعرفش فيه ايه. افتح الفيس وافتح هنا وافتح هنا، الاقي الاخبار نازله. مش عارف مين صاحب الروايه دي، استاذ عمرو درديري ولا مش عارف مين. استاذ عمرو درديري منزله يقول لك راموس جاي الزمالك. يا استاذ عمرو لو سمحت، يا استاذ عمرو ما تضحكش علينا الناس والنبي يا عم. راموس مين اللي هيجي الزمالك؟ مش تقليل من نادي الزمالك. الكواليتي بتاع راموس ما يجيش الدوري المصري يا حبيب قلبي. الكواليتي بتاع راموس والعيشه بتاعته ما ينفعش هيجي يعيش في مصر. راموس عشان تجيبه مصر، لو فكرت في يوم من الايام، لو فكرت، لازم تديله اعلى ما بياخد بره في اوروبا. حد هيقول لي دلوقتي العقد بتاعه بسيط عشان كبر، لكن ما انت عشان تغريه لازم تديله اضعاف. انت تديله منين يا استاذ عمرو؟ ولا مين صاحب الموضوع ده اصلا؟ كمان ده السعوديه طلبوه ما رضيش. انت قول يعني ايه ده؟ والمشكله يعني ان في ناس بتصدق وناس الحق راموس جاي، الحق ده مش عارف ايه. وحد موقع الانتقالات اللي هو ترانسفير ماركت، اللي هو منزل، اللي بينزل الاحصاءات بتاعت مين رايح ومين جاي، حد مفبرك صوره ومنزلينها، وزي ما الصوره اللي انا حاططها بره لبسوا فانيله الزمالك. يا سلام يا جماعه، بلاش.
بلاش تصدقوا الكلام دوت. انا عارف ان اغلبكم مش مصدق، بس اللي بيقول الكلام ده امنعوه، قولوا له لا، انت ايه اللي بتقوله ده؟ ما ينفعش. طيب، نادي الزمالك عايز محمود جهاد. حتى انت يا فاركو، فاركو بيغالي في متطلباته الماديه الى الان، وكله حاطط في دماغه خلاص انه عاوز ياخد اكتر فلوس من نادي الزمالك. نادي الزمالك حط 2 بدايل لو محمود جهاد ما خلصش، لان محمود جهاد ده مطلب جوميز. فالاثنين اللي اتحطوا عمرو كلاوه كده كده كان محطوط وموجود، واللي زاد عليهم غنام محمد. بس هل فيوتشر هيديك لاعب؟ صعب، صعب. هل الحاج باشمهندس فرج عامر هيديك لاعب؟ ما هو في سموحه عمرو كلاوه. نادي الزمالك بيحارب عشان مركز رقم 6. انا عن نفسي لو مركز رقم 6 ما جبناش لاعب، ظبطوا محمد السيد، ظبطوه. محمد شحاته ما تلعبهوش باك يمين، عندك احمد محمود كده كده، وانت راجل متمسك بيه مع انه جاله عروض جامده. فده بخصوص وسط الملعب. طيب، في صفقه جايه ان شاء الله. نادي الزمالك مصمم على صفقه لاعب تحت السن. في اكتر من لاعب كان معروض، في من نيجيريا، في من انجولا، في من الكاميرون، في كمان من السنغال. الاقرب لاعب سنغالي، مش هتكلم على اسمه ولا اقول، لكن اسم عربي، ده يقترب. نتمنى انه يكون متواجد. اظن في منكم عارف الاخبار دي، واظن منكم عارف الاسم، بس اتمنى ان اللاعب ده يقترب من نادي الزمالك، مواليد 2005. وبخصوص الصفقات، والله لما نفوق بس كده، في صفقات كتير قوي حلوه في السوق اللي يدور. صفقات حلوه، لعيبه بص جامده يا اخي. ده في من مدغشقر يا اخي، يا اخي ده في من انجولا يا اخي، يا اخي في صفقات تقيله. ان شاء الله الصفقات تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. ارون باذن الله، باذن الله يجي ان شاء الله على يوم السبت ولا الحد. الناس الاعلاميين اللي خوفونا امبارح وقعدوا يقولوا هات وكيله، ووكيله من ناحيه تانية اللي هو عنده اكتر من وكيل في القاره، وعاوزين يقولوا ان هو مش جاي، ان هو كلام. النهارده غيروا كلامهم وقال لك الراجل جاي. خفوا علينا شويه انتوا كمان، خفوا. ده احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ ده الواحد تعب منكم وتعب. فالراجل جاي ان شاء الله، ان شاء الله يوم السبت او الحد باذن الله تعالى، بالاقرب يعني يوم السبت ان شاء الله باذن الله تعالى. صفقه هتبقى كواليتي عاليه قوي، الكواليتي بتاعها ما شفتهوش ان شاء الله في الدوري المصري. باذن الله يكون صفقه جامده جدا 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 لنادي الزمالك. بيلعب يا جماعه في 3 مراكز يا جماعه، لاعب فيهم لاعب جناح شمال وجناح يمين ومهاجم. مش اي صفقه، لا صفقته جامده والله العظيم. صفقه من الصفقات ان شاء الله تبقى كويسه جدا 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 من هنا للسنه الجايه. ومبروك على عمر فرج وانتقاله لنادي الزمالك، وان البطاقه الدوليه بتاعته وصلت والكلام ده كله. وان شاء الله الخير قادم لنادي الزمالك بمشيئه الله تعالى، امين يا رب العالمين. يا جماعه اوعوا تمشوا ورا الشائعات. احنا كلنا بننتمي لنادي الزمالك، كلنا على قلب رجل واحد. بلاش الشائعات، وبلاش تنشروا كلام حد كلامه فارغ. ما تدوش لحد فرصه. اذا كنت اوقات اتفق مع مجلس الاداره، اختلف مع مجلس الاداره، انا عايز صفقات، عايز تدعيمات، عايز كذا، عايز بطولات، ده حقي. اذا كنت اسقف لهم لما يجيبوا صفقات، ده واجب عليا. اختلف معاهم اتفق معاهم لكن ان انا اضرب نفسي بايدي واقول الزمالك بيحصل له والزمالك لا. عمر ما حد زملكاوي يتمنى هزيمه الزمالك او وقوع الزمالك، سواء بيتفق مع حد او بيختلف مع حد من الاداره. سواء اتفاقك او اختلافك مع مجلس الاداره، ده كله عشان خاطر الزمالك، مش عشان خاطر اشخاص. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. ربنا يوفق نادي الزمالك، امين يا رب العالمين. عندنا مباراتين حلوين يوم السبت ان شاء الله، يعني بعد بكره مباراه مع رايا الصبح، ومباراه مع الشرطه العراقي. هتبقى مباراه جامده، كان نفسي تتذاع بس المباريات اللي جوه المعسكرات ما بتتذاعش. لاعيبه نادي الزمالك النهارده كانوا في عشاء ومنه غدا في احدى القرى تبع برج العرب، القرى اللي بيبقى معمول فيها الاكل ومش عارف ايه والكلام ده يعني. وكانت الاجواء جميله جدا والحمد لله. الواحد متفائل ان شاء الله باذن الله تعالى. بس اهم حاجه جوميز يفوق معانا كده. انا مش قلقان من حد في الدنيا دي كلها في الزمالك دلوقتي غير جوميز بس. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني
خالص حبي وتقديري واحترامي، وإن شاء الله قادم أفضل. عاش الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحسن وأعظم وأوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.